بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن حياة القديسة فيرونيكا، والحقيقة ان حياتها مليانة تفاصيل كتيرة جدا كلها بركة. كان صعب ان انا المها لكم كلها بصراحة في الفيديو ده، بس انا هقول لكم على اهم واجمل التفاصيل في حياتها. معنى اسم فيرونيكا الايقونة الحقيقية، وقديستنا هي شفيعة للامور المستحيلة. اتولدت قديستنا الجميلة فيرونيكا سنة 1660 في فرانشيسكو، وكان عندها 7 اخوات بنات، وهي كانت اصغر اخت فيهم، وكان اسمها أورسولا. ولما كان عندها 7 سنين اتوفت مامتها، واخدهم باباهم وراحوا منطقة اسمها بياتشيسنا عشان يشتغل هناك مراقب للجمارك. ولما راحوا هناك حست أورسولا ان هي عندها رغبة كبيرة جدا في ان هي تعيش حياة الرهبنة، وفضل الموضوع ده بيكبر كل يوم جواها اكتر من اليوم اللي قبله، وقررت خلاص ان هي هتترهبن. وقدستنا الجميلة وهي صغيرة كان بيحصل لها حاجات عجيبة جدا، منها ان هي وطفلة رضيعة كانت بترفض ان هي ترضع لبن من امها يوم الاربع والجمعة. وحاجة كمان ان وهي عندها 5 شهور وقعت من ايد مامتها، وقعت ناحية صورة المسيح اللي كانت متعلقة على الحيطة، ووقفت قدامها كأنها بتصلي. وحاجة كمان كان بيظهر لها يسوع كتير قوي وهي صغيرة، كان دايما بيظهر لها في الحديقة بتاعتهم، وكان يقول لها انا زهرة الحقول. وكانت بتشوفه مرات تانية كتير في القربانة. كل الكلام ده في سنواتها الأولى. ولما قدستنا قررت ان هي تترهبن، راحت على دير الراهبات الحبيسات للكلارس الكوبشيات ده في مدينة كاستيلو، وكان في الوقت ده عندها 17 سنة، وفضلت بقية حياتها كلها هناك، وبقى اسمها هناك فيرونيكا اللي معناها الأيقونة الحقيقية. وهي فعلا كانت أيقونة حقيقية لصورة ربنا يسوع المسيح. وفي سنة 1716 كان في الوقت ده عندها 56 سنة، بقت رئيسة للدير، وفضلت في المنصب ده لحد ما تنيحت. وبعد تعب صعب جدا استمر لمدة 33 يوم وهي بتتألم جدا، بس كانت فرحانة جدا في نفس الوقت. وكانت كلماتها الأخيرة: لقد وجدت المحبة، والمحبة جعلت نفسها مرئية، وهو ده سبب معاناتي. ولازم تقول كل الكلام ده. وفي يوم 9 هطور تركت العالم وتنيحت في سلام عشان تقابل ربنا، وكان في الوقت ده عندها 67 سنة، وقضت من حياتها 50 سنة في دير كاستيلو. وفي سنة 1839 أعلنها البابا غريغوريوس ال16 إن هي قديسة. وكتبت القديسة فيرونيكا رسائل كتيرة جدا بخط إيدها، وكانت بتكتب الرسائل دي من خلال يومياتها اللي كانت بتسجلها، اللي بدأت سنة 1693. ولقينا أكتر من 22 ألف صفحة مكتوبة بخط إيدها. وبيتقال إن القديسة فيرونيكا شافت الجحيم، وبعدها قعدت تصلي كتير جدا على خطايا الناس. وكانت القديسة فيرونيكا عندها روحانية عالية جدا، لأنها كانت دايما بتجاهد في إنها تبقى محبوبة عند المسيح، وعاشت حياتها كلها بتدور على الفقر المقدس وفقدان الذات عشان تبقى زي المسيح اللي بذل كل ذاته علشاننا. وكانت في كل صفحة من صفحات كتاباتها كانت بتوكل حد لربنا، وتقوم بصلواتها عشانه، وبتقدم ذاتها بكل ألم، وقلبها كان متسع لكل الناس. وكانت دايما بتحب تشوف احتياجات الكنيسة ايه، وكانت دايما عايشة في قلق ورغبة في خلاص لكل العالم. وكانت بتصرخ وتقول: أيها الخطاة، أيتها الخاطئات، تعالوا جميعكم إلى يسوع، إنه ينتظركم بذراعين مفتوحتين ليعانقكم. وعاشت فيرونيكا حياتها بمشاركة المحبة المتألمة ليسوع، وبطريقة عميقة جدا، وهي كانت على يقين إن التألم ده آخرته فرح، وهو مفتاح المحبة. وكانت محبوبة جدا من كل الراهبات اللي معاها في الدير، وحصل على ايديها معجزات كتيرة جدا، وبالأخص الحاجات المستحيلة. فلو عندك أي مشكلة صعبة أو مستحيلة، اطلب شفاعة القديسة فيرونيكا. بركة صلواتها تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة فيرونيكا ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي، واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.